أقدم السياسي العنصري السويدي الدنماركي راسموس بالودان يوم الأمس بإحراق نسخة من القرآن الكريم أمام مقر السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم، وسط حراسة أمنية مشددة وخلف حواجز معدنية. واستعرض رسما كاريكاتوريا مسيئا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأحرق نسخة من القرآن الكريم، ثم ألقى بالنسخة المحروقة أرضا. وكان المتطرف قد وصل إلى محيط السفارة التركية بقارب خاص بالشرطة السويدية وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث ألقى كلمة استمرت أكثر من نصف ساعة هاجم فيها القرآن الكريم والمسلمين جميعا، وتهجم بشكل خاص على دولة تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان. عقب ذلك استدعت الخارجية التركية السفير السويدي في أنقرة للاحتجاج على حرق القرآن الكريم أمام سفارتها في العاصمة السويدية ستوكهولم. من جانبها قامت الخارجية التركية بإدانة هذا الفعل، وكتبت: ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس القرآن الكريم اليوم في السويد، والذي جرى رغم كل تحذيرات بلادنا. إحراق نسخة من القرآن الكريم أثار غضب كبير في دول العالم الإسلامي، وخاصة في دولة تركيا، حيث قام العديد من الأتراك بالاحتجاج أمام السفارة السويدية بأنقرة، وقاموا بحرق علم السويد ورفع علم تركيا، ورددوا عبارات الله أكبر. وقد قامت العديد من الدول العربية والإسلامية بإدانة السماح بإحراق نسخة من القرآن الكريم، منها الكويت، الإمارات، السعودية، الأردن ومصر.